السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ورجعنا بفيديو جديد، فيديو نشاط كده. تمام. آه حطوا اللايك والاشتراك والكومنتات وفعلوا الجرس. في معاك النهارده معايا بتنجان. تمام. ومعايا كوسة. تمام. لازم بقى نفتح منها النهارده محشي. عندي ده كربات كبير كده، قلت ايه خساره ده ان احنا نضيعه كده، فنعمل جنبيه شويه نعمل كوسه محشي وبتنجان ونعمل وعندي برضو في فلفل، لا بس فلفل تاني يعني، في فلفل هنعمل حبه محشي حلوين كده. يلا الاول كده ايه نقول نستعين بالله ونشوف الفيديو بتاعنا. وعايزاكم كده ايه تحطوا لنا لايكات كتير 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 قد الدنيا دي كلها. اجيب سكينه. تمام. آه حابه اقول لكم كده خلاص قربنا نكمل الألف مشترك طبعا. بشكر كل الناس اللي معايا وكل الناس اللي بتشترك عندي في القناه. يعني مش عارفه اقول لكم ايه، بس انا بجد بجد بشكركم والله. بقول ان انتوا كده كترتوني نفسي. حابه اقول لكم ان انا بشكركم ومبسوطه قوي قوي بيكم والله العظيم ان انتوا معايا في القناه ويعني مش عارفه اقول لكم ايه، والله العظيم مش عارفه اقول لكم ايه. اشتغل بقى انا اقور الكوسه والبتنجان بتوعي. تمام. وبكده بقى ايه هقور كوستي وبتنجاني كده الاول، ان انا ايه بقطع العناقيد بتاعه البتنجان كده عشان لما اقعد ايه اخلص اللي ورايا. وبرده هعمل الكوسه وزي ما انتوا شايفين كده بقى تحطوا لنا اللايك الجميل والاشتراك وتفعلوا لنا الجرسات عشان يوصل لكم كل الحركات يا قمريات. ربنا يخليكم يا رب كده لينا ويديمكم نعمة في حياتنا، اللهم امين يا رب. حابة اشكركم اخت واخ على اشتراككم معايا في القناة، ويعني مبسوطة بيكم. وربنا يا رب كده يديمكم نعمة في حياتي. ومش عارفة اقول لكم ايه، بس ساعات الواحد اللسان بيعجز عن هو ينطق، بس اقسم بالله يعني مش قادرة اقول لكم قد ايه انا كنت مبسوطة آه بالقناة الجديدة اللي عملتها. القناة القديمة راحت والحمد لله ربنا عوضني بالقناة دي وعوضني بيكم برضو. شفتوا ندى تقول لكم حطوا اللايك. طبعا انتوا زي ما انتوا عارفين ندى بقى واتعودتوا عليها، مش بتفوت فرصة لما لازم ترزل عليا فعدوها بقى. طبعا قعدت كده قورت الكوسة والبتنجان وانا قاعدة وزي ما انتوا عارفين برضو بحب اقور بالسكينة دي، ما بحبش اقور بالمقورة. السكينة اللي هي دي بتاعت شنط السكاكين. تمام. طبعا واحنا في الجهاز كده بنبقى نجيب شنطة معالق وسكاكين. المعلقة دي او الناس اللي بتاكل بالشوكة والسكينة، يعني هي دي السكينة بتاعت الناس اللي بياكلوا بالشوكة والسكينة. تمام. طبعا قورنا كده بقى ونشوف هنعمل ايه في الفيديو بتاعنا. بس اهم حاجة دعواتكم لينا كده ان قناتنا تتفعل وربنا يصلح حالنا يا رب، نحقق الشروط. فاضل لي الساعات. آه ربنا يصلح حالنا جميعا يا رب، ربنا يصلح حالنا جميعا ويرخي قوتنا وقوت أمة لا إله إلا الله. دعوة بديعها في كل الفيديوهات بتاعتنا، يمكن لعل الله يستجيب. تمام. هنعمل ايه بقى؟ انتي الطاقة دلوقتي عاد بتكلف صاحبها، فالواحد مش هيفضل في كل فيديو يقول ايه التكلفة ونصدر طاقات سلبية، واحنا بندور على الطاقات الإيجابية اللي نمشي حياتنا بيها. يعني الواحد بيدور على الطاقة الإيجابية فبيصبر نفسه ان اللي جاي ان شاء الله احلى. تمام. شفتوا قلت بقول لكم حطوا لايكات، وانا عماله اقول حطوا لايك، بشحت اللايكات يا ولاد يا ولاد والله بشحت اللايكات. فربنا يا رب يرحمنا يا رب ويرخي قوتنا.
اللهم امين. طبعا بقى ايه، جبت بصل كده وقطعت بصل عشان اعمل بصل للصلصة بتاعة المحشي، وبصل عشان برضو نحشي الدكر المحترم ده. تربية ايديا وحياة عينيا، قال يعني. آه كنت اقول كنت مربيه لك دكرين بط بط احسن. ما فعلا بط ده يا جماعه. يا حول الله يا ربي، لا اله الا الله. في ايه يا بنتي؟ قلت مش عارفه. هجمع اهو يا جماعه. هشرب بس كوبايه شاي كده واجمع معاكم ونفوق كده، وان شاء الله هنجمع والله. آه يلا الحمد لله. كل يوم بده، كل يوم بده، بس لازم تيجي اكله كده في وسط الاسبوع تعمليها ترمي العيال بيها. يعني والله من قريب كنت عامله لهم شوربه عدس، قعدوا يعيطوا ويزعقوا العيال. والله هو بيوسف يقول والله اكله حلوه خالص وجميله. بس طبعا انتوا عارفين العيال الصغيره مش ما تعرفش، وما لهمش دعوه بالظروف، وما لهمش دعوه باي حاجه. عايزين اكل وعايزين حاجات حلوه وعايزين كل حاجه، فبقى والله على قد ما بقدر. وبمشي نفسي كده وبمشي نفسي كده والله العظيم، وعلى قد ما بقدر، واللي هما بيطلبوه بعمله. وحياة الدموع اللي بتنزل دي، شايفين الدموع اللي بتنزل من البصل دي؟ طبعا ايه، كنت غاسله شويه رز، كوبايه رز بكوبايه الشاي كده عشان نحشي دكر البط الحلو المحترم ده. و فقطعت عليهم البصل زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين برضه هحط لها التوابل، الفلفل الاسمر والقرفة. القرفة بتطعم رز الحشو خالص خالص، بتخلي رز الحشو بتاع البط ده تحفة. تمام. اللي مش عايزة تحشي رز، خرطي بصل كتير وشوية فلفل اسمر وشوية ملح ودبليها كده، وروحي ايه حشة البط بالرز، بالبصل قصدي. مرتة بصل يعني زي اللي هم الضمايطة بيعملوا كده. انا ساعات بعمل كده، ما بيكون بس مش وقت محشي، يكون في رز تمام، ما يكونش فيه محشي. واروح مطلعه البصل ده على الرز، تحفة حاجة كده. قنبلة قنبلة والله العظيم، حاجة كده جميلة. معلقة الزيت اللي بحطها دي عشان خاطر ايه، تدي لمعة للرز وفي نفس الوقت طعم معاك الرز. تمام. مش بتحطي كتير، هي معلقة، حتى في كل الحشوات بحطها هي معلقة، مكترش. تمام. اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا محمد. فساعات برضو تقريبا شفتوني على القناة كنت دابحة فراخ قبل كده، واخدت الجناحين عملتها زي الكنتاكي كده، اكلة برضو كانت حلوة ورضيت العيال بيها واتبسطوا بيها. قال يعني ما دققوش قوي بس اتبسطوا بيها يعني، وقالوا ايه حلوة يا ماما، وكانت زي العسل بشوية كاتشب كده على شوية بطاطس، كانت الاكلة حلوة. هتلاقيني برضو عاملاها على القناة عندكم كده، لو خشيتوا وبصيتوا او هسيبها لكم في علامة الاي فوق هتظهر لكم وتشوفوها برضو حلو. كبد الفراخ برضو يعني بروح لماها برضو، عاملاها اكله برضو في نص الاسبوع عشان خاطر العيال برضو. ما هو البصاره ماشي، هعمل رز النهارده، هطبخ بطاطس ورز زي الفل عسل. هعمل ايه تاني مره تاني يوم؟ ما هو برضو مش هطبخ بسله ورز برضو عايزين اكل، عايزين يقولك لا يا ماما هو اللي هنقضيها كده. طب هعمل ايه برضو؟ اقوم اشتري طبق السجق احطه في الفريزر، اجي ما اطبخ مثلا يعني بطاطس، بسلة، لوبيا. بروح حاطه منها ايه 70 كده على الطبخة، تدي طعم، وكل واحد بياخد له نص حتة كده، وكله ايه بيتراضى وخلاص اهو. بضحك عليهم بس هعمل ايه، عيال ونفسهم. شفتوا صلصة الفلفل اللي احنا كنا عاملينها، هريسة الشطة بتنفعنا ازاي؟ على قد ما تقدري تعملي الحاجة في البيت اعملي. تمام. طبعا طلعت طماطم من اللي انا كنت مفرزاها برضو، وكل حاجة ماشية معانا زي الفل اهو. وحشينا بطتنا وحطينا بصلتنا وطماطمنا، وهنحط الدكر بتاعنا يقول ايه بودعك اخر وداع. سيبه كده بقى مع نفسه ونوطي عليه، اول ما المية تغلي نوطي عليه ونقول ايه يلا. طبعا ما بحطش توابل غير لما الم الريم اللي على الوش خلاص، عشان دي بتبقى قاعدة كده يعني معروفة. مش هحط التوابل وتيجي شوية ألم التوابل في حبة الريم، لأن التوابل ما دانها طافية لفوق كده، بتطفو لفوق. حلوة بتطفو دي يا اختي، جايباها منين؟ ولا مدرسة علوم يا بت؟ المهم طلعت الخضرة بتاعتي تحطوا لنا اللايك بقى، ما تحطوا اللايك.
اللايك ليه بقى؟ انا بدأني الح على قصة اللايك ليه؟ عشان خاطر هو اللي بيرفع معايا الفيديو ان هو يتشاف اكتر، والجماعة حبايبنا حبايب قلبي يخش يشوف الفيديو عشان اجمع الساعات بس. والله العظيم انا عايز الساعات بس يا جماعة، يا جماعة الساعات. مش حد معاه كده 5 6 ساعات؟ يلا الحمد لله. يعني هو لازم ان احنا عندنا في اليوتيوب من ضمن سياسات اليوتيوب يعني ان في 4000 ساعة بتلمهم او تحققهم، يعني عشان خاطر القناة تقبل ايه معاهم يعني في اليوتيوب. فانا بس ايه الساعات، موضوع الساعات بس اللي مضايقني. بقوم واحلم وافكر في الساعات، ساعات ساعات بحب عمري وعشق الحي. استغفر الله العظيم يا رب. ما تصلوا على النبي يا جماعة، سيبوكم من وردة وسيبوكم من الكلام ده دلوقتي. يعني يا قلبي. شفت ام ندى؟ شفت ام ندى يا جماعة؟ خليتوها بقت وردة كده وتغني وتقول لكم ساعات 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 ساعات. دي الوردة ولا الصباح يا ولاد؟ والله ما انا فاكرة. المهم الله يرحمهم. ولا لسه حد فيهم عايش؟ والله ما اعرف، من زمان مش متابعة. بس انا بتهيألي صباح ماتت يعني، وردة بتهيألي برضو ولا لسه. مهم مش قصتنا دلوقتي. ياي قطعنا الخضرة بتاعة المحشي وطماطمنا اتسبكت وغسلنا الكوسة والبتنجان بتاعنا وهنحشي، وكان الله بالسر عليه. فرحي العيال، ما تنكديش على العيال. العيال مش ليهم ذنب في الظروف الصعبة اللي الناس بتمر بيها دي. فانا بقولك ايه، مش بقولك روح هات رجول فراخ زي ناس صحابنا كده يقولوا هات رجول فراخ، ولا فرخة غالية مش تشتريها، هات البديل رجل الفراخ. لا لا مش كده. فانا بقولك يعني باجي هتجيب طبق السوقي. وفي اوقات كتير ما بصورش ان انا يعني ايه، مش حابة اطلع قدامك وانا حاطة 70 سجق كده في البطاطس واقولك ايه انا عاملة النهاردة كذا. لا على فكرة احنا بنحب السجق خالص وبنحبه في اللوبيا وخصوصا اللوبيا. تمام. وجربوه كده مع اللوبيا، هتلاقي اللوبيا طعمها بيفرق خالص خالص. تمام. شفتوا بقى لما لمينا الريم حطينا بقى نبدأ نحط التوابل بتاعتنا. حطينا الملح وحطينا حطيت جوزة الطيب، وحطيت برضو سنة قرفة صغيرة كده، وكان برضو ايه وسبتها كده مع نفسها. طبعا دي بقى البصلاية اللي هي سر الايه، سر الصنعة اللي بتعمليها للمحشي. تمام. تخرطي بصلايه تحط عليها شويه التوابل بقى، ملح وكمون وفلفل اسمر وكزبره، وتدعكي كده الدعكه التمام كده، وتروحي بقى ايه نازله بيها على الايه، على الرز بتاع الصلصه بتاع المحشي. شايفين بقى كده؟ دي بقى اللي هتخلي، بصوا بقى، اللي عايز ياكل حبه محشي حكايه وبمزاج، الحركه دي بتظبط لك المحشي خالص خالص. تمام. الطماطم اتسبكت معايا وخرطت كمان، خرطت ان هي تقلت يعني. تمام. هبدأ كده اقلب الصلصة بتاعتي، ولو لسه عايزة صلصة هحط لها، ولو مش لسه عايزة يا ريت يعني ما تكونش عايزة. بروح شايلة الحبة اللي باقيين، طلعت عايزة بروح شايلة الحبة اللي باقيين وايه، وتاني يوم او تالت يوم بروح واخدة الصلصة دي عاملة بيها كيس مكرونة. على ايه بقى؟ على بيضاية، على اقلي حباية بطاطس، ويومه بيعدي. يبقى من طبخة خدنا منها، سرقنا منها شوية صلصة ايه، ورحنا زي ايه مظبطين الدنيا. تمام. مش انا بقول لكم انا بعمل ايه؟ دي والله حياتي ماشية كده. يعني مش في حد، الدنيا مش في حد يعني ايه بتبقى وردي معاه على طول، زي ما الناس كلها بتعاني برضو كل الناس بتعاني، مش انا بس اللي بعاني او انتي بس اللي بتعاني او ده اللي بيعاني. فمصروف البيت ساعات والله ما بيكفي، بتضطر ان انتي تلجئي لحيل كده ايه، نميسة كده. الحيلة النميسة ايه؟ مش الخبيثة، ربنا يا رب يبعد عننا الخبث يا رب. النميسة ان انتي وليكن يعني تكوني مكمرة حتة لحمة كده، آه عندك كيس صلصة كده، كيس مكرونة كده. فهي الحاجات اللي هي بتبدأي بقى تلجأي للخزين اللي انت مخبياه ده، عشان ينفعك في وقت يكون مصروف البيت فيه خلص. تمام. والله ساعات اعمل شوية الرز ده كده واسويه وما يكونش فيه محشي ولا فيه حاجة، ونعمله كده وناكله ونسلق جنب منه بيض. والله بعملها.
وساعات تخرطي فيه بطاطس كده زي ما هو بوضعه كده، تخرطي حباية بطاطس واحدة كده، اقسم بالله بعملها باستمرار. مش بقى قصة ان ايه مش بيبقى فيه اكل في البيت، لا، قصة ان عيالي بيحبوا الاكلة دي، بيقولوا عليها مدفونة بطاطس. هنا في الفلاحين عندنا في الشرقية هنا يقولوا عليها كده، انا اتجوزت لقيتهم بيعملوها، فما شاء الله يعني، وطعمها تحفة. تمام. بس ساعات بقى ايه برضو يعني بيكون فيه وليكن صدر فرخة مستوي، حتة لحمة تايهة كده كده، فبروح بقى ايه واخداها وعاملة بيها الاكل اللي انا بقولكوا عليه ده. تمام. وبتطلع برضو اكلة حلوة وجميلة وكلنا بنترضى من فضل ربنا سبحانه وتعالى. مين بقى شاف معايا في بدايات القناة كنت عاملة، بس هو مش كنت عارفة افتح البرطمان، فهو فتحه لي الله يصلح حاله يا رب. كنت عاملة ورق العنب اللي في البرطمان، الصراحة اعملوه وما تقلقوش، كان زي الفل، والله العظيم كان تحفة. عملته كده وخدته غسلته وشطفته. تمام. وكان زي الفل معايا، هو ورق بقولكوا مية مية، والله كان حاجة حكاية بجد والله، ويستاهل ان انت تجربيه. تمام. وكمان بتهيالي اه ان انا اليوم ده سلقت، رحت جايبه بصلتين وقشرتهم ورحت حطاهم في الشوربه، وبعد لما ايه 10 دقايق كده طلعتهم وعملت ايه، كان باقي معايا رز، عملت محشي بصل حطيته فوق ورق العنب ده، وكان طعمه حكايه، والله العظيم كان طعمه حكايه، بس مش عارفه بتهيألي ما صورتش الحته دي. ماشي، لان كنت انا اول مره اعمل محشي البصل ده، كنت شفته قبل كده بس ما حسيتوش. بس لما جربت في البصلتين دول لا بجد طعمه تحفة، تحفة، تحفة. ايه ده، سكر، كان مسكر بجد، البصلة مسكرة، تاكلي كده تحسي بحلاوة الحاجة في بقك، ما شاء الله يعني. تمام. فكانت الأكلة بقى حكاية، سوينا كده ولعنا على المحشي بتاعنا، وادي برضو ايه ورق العنب. تمام. عايزة تحطي طبق حطي، انا ما بحطش اطباق، ماشي، فده يرجع لك، عايزه تحطي طبق عليه حطي، مش عايزه برضو ده يرجع لك. تمام. نقطه الزيت دي بقى ايه، بتدي برضو لمعه لورق العنب، وتولعي عليه بقى. بس بقى عايزه اقولك على حاجه، الورق اللي بتعمليه في البرطمان لازم تسيبيه ايه، آه تسوي المحشي اول ما يفور معاكي، توطي عليه بقى وتسيبيه ياخد راحته في السوا كويس، ما تستعجليش عليه، عشان مش تيجي تاكلي تحسي الورق بتشد منك. تمام. دي نصيحتي يعني، او دي تجربتي، لان كنت برضو بجيب الورق العنب اللي هو بتاع البرطمانات من بره من محلات، فكان اول مره ما عجبنيش، لما جربته بعد كده وعملته وسبته ياخد راحته خالص على النار، اول ما يغلي معايا بروح موطيه عليه ومع نفسه بقى تاكلي شويه محشي تحفه بجد والله العظيم. طبعا ذكرنا المحترم هندخله بقى التلاجة. دي شويه صلصه من الصلصه بتاعه المحشي على فكرة يعني، مش صلصة ايه، مش اللي هي صلصة البرطمانات، لا، صلصة المحشي. تمام. ظبطنا الدنيا كده، وبقى هندخله الفرن ونخليه يسمعنا ايه، سمعنا رنيته. تمام. ما شاء الله كان حاجة تحفة تحفة. وشايفينه بقى في الفرن قاعد محترم ازاي، الراجل بيقول لنا ايه، ايه يا جماعة في ايه، انا هطلع لكم بخير ان شاء الله. كان ما شاء الله شكله حلو وبكده بقى ايه طلع معانا. طبعا يا حماية العزيز وزوجي الغالي قالوا حطوا لنا اكل، يا جماعه استنوا العيال ما تيجي من الدرس، لا حط لنا اكل، يا جماعه اصبروا العيال تيجي من الدرس، قالك لا حط لنا اكل، حطت لهم بقى، وانا كنت زعلانه عشان خاطر العيال مش كانت موجوده معايا. تمام. وحتى ما صبروش، كان محشي ورق العنب كان لسه ما استويش، المهم حطيت لهم كده، واحنا بقى ايه حطينا بعدين، حطوا لي لايك والاشتراك.